السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعه مباركه عليكم بامر الله. شايفين النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكه شوكولاته غرقانه بصوص شوكولاته كده ما شاء الله. هنعمل جاتو شاتو. شايفين لمعه صوص الشوكولاته كانها شوكولاته مع انها ده كاكاو. عايزه اقول لكم بقى يعني الخرطه كده كانها فعلا جاتو مش كيكه ابدا. والصوص طعمه رهيب. صوص الشوكولاته طعمه رهيب فعلا. عارفين كمان بقى لو كان عندنا كريمه، يعني انا عملتها على غفله كده علشان خاطر ما كنتش مجهزه. لو كنت مجهزه كنت جبت كريمه كانت بقت اطعم كمان، بس هي طعمها فظيعه. وبعدين جاتوه شاتو دي الطريقه الاصليه بتاعته. تمام، هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه كده وجميل جدا وهيعجبكم طعمه اللهم بارك حلو جدا. عايزاكم تشيروا الفيديو ده كده ما شاء الله. يعني انا عايزه طريقه الكيكه دي او طريقه الجاتو شاتو دون، يعني الكل كده يجربها ويعملها ويقول لي تسلم ايديك يا بيرو، تحفه جدا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس قبل ما نخش على الوصفه بتاعتنا يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. بصوا بقى، هنا انا كان عندي هنا قطع من الشوكولاته كده. عملتها زي ما انتم شايفين كده، او رسلهم كده اي حاجه تزيني بيها، حتى لو ما حطيتش اي حاجه خالص عليا ما شاء الله، مش محتاجه اي حاجه. شايفين شكلها تحفه. الصوص لامع وجميل وطعم اللهم بارك. بصوا بقى، احنا كان معانا الوصفه دي بقى. تعالوا نعمل بسم الله. كان معانا بيكنج باودر، معايا كوبايه من اللبن، معايا كوبايه الا ربع من الزيت، معايا كوبايه ونص من الدقيق، معايا كوبايه من السكر، اي سكر طمين، سكر ابيض، اي حاجه. معانا 3 بيضات، فانيليا، رشه ملح، معلقه خل، معانا نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني. بس راحه ربنا هو ما عجبنيش الكاكاو دون. انا قلت له عايزه كاكاو اسباني، لا وجبت ما شاء الله، يعني جبت ربع كيلو كده، وقلت بقى عشان يبقى عندي. وبعد ما جبته صراحه ربنا بفتح، بعد ما جيته بفتحه لقيته مش عاجبني، مش الاسباني اللي هو الغامق. انا بحب الاسباني عشان يبقى غامق جدا، لكن ده ما كانش الغامق. المهم يعني بقى، احنا جبناه وخلاص. هنا بقى معانا شفشق الخلاط، هننزل فيه كده بالسكر وكوبايه اللبن، ومش هننزل باي حاجه تاني، هو السكر واللبن وبس. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد السكر ما اتاكد ان هو داب، ما بقاش فيه اي حبيبات خالص. يعني ناس كتير بتحط كل الكاكاو والسكر والزيت، لا انا بدوب السكر والزيت مع بعض الاول. انا عايزه يبقى صوص كريمي كده وانسيابي ما شاء الله. اتاكدت ان السكر داب خالص كده. بعد كده نزلت بالكاكاو، اديت له حوالي دقيقتين 3 ضرب كده. طبعا اشغل وافصل علشان خاطر الخلاط لحد ما الكاكاو اختلط تماما جدا كده مع اللبن والسكر. بعد كده هنزل بقى بالزيت، مش هنزل بكميه الزيت كلها مره واحده. لما بتنزل بكميه الزيت كلها مره واحده والمقادير كلها مع بعض كلها بتتقل من غير ما تاخد وقتها في الضرب، فما بتديكيش النعومه اللي معانا اللي انتوا شفتوه دون. يعني شفتوا الصوص كان لامع ازاي؟ ده بسبب ان انت ضربتي كل حاجه كده مع نفسها كده، خدت وقتها تمام. وما تقل، لان لو دلقتي الزيت معاه مره واحده هيتقل، الخليط هيتقل من قبل ما ياخد وقته في الضرب. عشان كده انا بنزل بالزيت اخر حاجه، وبنزل كمان عليه كده فرفور صغير كده من فوق. شايفين ما شاء الله القوام؟ بصوا ما فيهوش اي خاوه ولا حبايه سكر ولا متخريزه ولا اي حاجه خالص. بس هنا معايا كوبايه بقى، انا هامله الكوبايه دي كده، هملاها على الاخر كده وهركنها على جنب لوحدها كده. دي بقى اللي هيبقى ايه في الشوكولاته اللي هننزل بيها على الجاتو بتاعنا. هنا بقى دلوقتي في نفس الشفشه وبقيه بكميه الشوكولاته اللي في قلب الخلاط هنزل عليها بالثلاث بيضات بتوعنا والفانيليا ورشه الملح، واقلب كله مع بعضه كده. هضرب كله مع بعضه في الخلاط، وهننزل كمان بمعلقه الخل. تمام. على فكره انتوا لو ما فيش فانيليا ما تقلقوش، لان كده اساسا الكاكاو بتاعنا الكاكاو ما بيخلي فيه ريحه زفاره للبيض، وكمان معلقه الخل هتقضي على اي زفاره خالص وهتخلي الكيكه بتاعتنا ما شاء الله هشه وجميله. هنضربهم بقى في الخلاط دلوقتي. هضربهم كويس جدا كده لحد ما الاقي البيض بتاعنا ما شاء الله كده رشه الملح اللي قلت لكم عليها. بعد ما يضربوا كويس مع بعض، هنا بقى نخلت هنا في قلب البوله دي نخلت كوبايه ونص من الدقيق، ونزلت عليها بمعلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هو كيس بيكنج باودر يعني. كمان هنزل عليها بحوالي ربع معلقه كده من البيكنج صودا. ده ليه بقى؟ علشان خاطر الكاكاو بطبعه تقيل، يعني مش بيتنفق، مش الكيكه مش بتاعته مش بتنفش قوي كده زي الكيكه اللي هي الفانيليا. فعشان كده احنا حطينا البيكنج صودا علشان خاطر تساعد ان الكيكه بتاعتنا تطلع هشه كده ومنفوشه وجميله. ضربت كل الخليط زي ما انتم شايفينه كده، نزلت بالخليط كده السائل كله على المواد الجافه، وقال بعد ما قلبتها كلها مع بعضها. انا هنا بنزل كل اللي في الشفشه بتاع الخلاط كده، بس كده عليهم تقلبتين مع بعض، وهنزل عليهم كده بالبايركس المدهون
انا كنت دهنه البايركس بتاعنا ونزلت بيه على طول بالخليط بتاعنا كده. بص بقى بعد ما نزلت بيه ما شاء الله بقى يعني هيطلع كده سمكه حلو جدا. انتوا عارفين طبعا، ده اللي متابعيني بقى عارفين ان انا مش بحب الكيكه، ولا عندنا هنا اولادي بيحبوا الكيكه اللي هي ارتفاعها عالي زياده عن اللزوم. يعني عايزه اقول لكم هنا الجاتوه شادو ابني قال لي يا ماما هو كده انت عالي قوي، انت عارفه ان انا مش بحب كده. هنا بعد طلعته من الفرن، هو قعد في الفرن حوالي بالظبط تلت ساعه مفيش اكتر. طلعتها، شايفين وريكم كده الستيكس مفيش فيه اي حاجه خالص كده، ولا اي عجينه ولا اي حاجه خالص. بس هسيبها بقى شويه تهدى شويه بس انا بصراحه ربنا ما سبتهاش تهدى، لان انا كنت مستعجله جدا. انا كنت بعملها له، بعمل الكيكه دي يعني خلصتها بعد اذان الفجر، فانا كنت خلاص هموت وانام. المفروض ان الكيكه بتهدى الاول خالص، وبعد ما بتهدى كده او على الاقل حتى تبقى دافيه بسيط كده، وبعد كده بننزل بصوص الشوكولاته. لكن انا وصراحه كانت لسه سخنه ونزلت عليها، وده طبعا غلط. ما تعملوش انت كده طبعا، تعملوها براحتكم، مش هتعملوها زي كده اكيد، مش مستعجلين عليها. هنا صوص الشوكولاته بتاعنا تقيل جدا، فنزلت عليه كده خففته بشويه من اللبن، ولو لبن سخن مفيش مشكله. تمام، خففته شويه معانا كده، هضيف شويه لبن كمان كده لحد ما يدينا القوام المطلوب كده. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده هنزل على الكيكه. ليه بقى انا قلت لكم ما تحطوش تنزلوش بصوص الشوكولاته على الكيكه وهي سخنه؟ اولا مهما تضيفوا صوص شوكولاته على الكيكه وهي سخنه هتشربها. يعني انتوا لو لاحظتوا دلوقتي هتبصوا تلاقوا، بصوا عماله تشربها ازاي، كاننا بنسقي صينيه بسبوسه بالشربات. كل ما بصي شايفين ما شاء الله، بصوا بقى عماله تشربها ازاي، ما هي سخنه ودي سايله. فطبعا سيلت الشوكولاته او صوص الشوكولاته طبعا ان انا بعد معانا ما بمعنى سقيتها اصح كده يعني، وبقيت ندمت تشربه جدا فهي صراحه ربنا شربته انها كله. سقيتها، ان عايزه انا اقول يعني سقيتها وهي سخنه. فانتوا طبعا بقى في البيت غيري انا اعملوها براحتكم خالص، مش تبقوا مستعجلين عليها كده. فاستنوا لما تهدى معانا خالص، وبعد كده ايه اسقوها بصوص الشوكولاته او ضيفوا صوص الشوكولاته. تمام. بس احنا بنقطعها بقى، شايفين كده، انتوا بقى قطعوها التقطيعه اللي تريحكم، يعني كبيره صغيره زي ما انتوا عايزين. انا بس حاولت اديها ايه شكل الجاتوه كده، وزي ما قلت لكم لو كان في كريمه كانت بقت اطعم كتير طبعا. بس والله العظيم عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمها حرفيا تحفه تحفه تحفه، وريحتها فظيعه، وشكلها وقوامها. شايفين الصوص بتاعنا ما شاء الله طعمه رهيب جدا جدا جدا. ايه رايكم بقى في الوصفه بتاعتنا النهارده وفي الكيكه بتاعتنا النهارده؟ انا عايزه ارايكم طبعا في الكومنتات، ويا ريت تشيروا الفيديو كده. وعايزه ارايكم طبعا، قلت لكم قبل كده رايكم في الكومنتات بيهمني جدا جدا جدا. يا ريت بقى اللي عجبوا الفيديو بتاعنا النهارده ما ينسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.